اهلا بيكم في ليه بنسوف. عمرك فتحت كتاب ولقيت نفسك في الاخر رايح تروق الدولاب بتاعك، او مثلا رحت تشتغل ولقيت نفسك بعدها اصلا رايح تتفرج على فيديو عن تربية السلاحف؟ ده يا صديقي اسمه التسويف. غالبا انت بتعمله دلوقتي وانت مأجل عندك مذاكرة او شغل وقاعد بتتفرج عليا، ولكن ده تعريف التسويف او المماطلة، ان الشخص يكون عنده شيء ويقرر ان هو يعمل شيء تاني مختلف تماما عن الشيء ده. وعلى فكرة مش شرط انك تكون بتسوف مذاكرة او شغل، انت ممكن تكون بتسوف خروجة مع اصحابك انتوا مظبطين لها بقالكوا اسبوعين 3 شهر، وفي الاخر تقرر ان انت تيجي قبل الخروجة بساعتين تقرر ان انت مش عايزة انزل وتسوف الخروجه، يبقى اصحابك تحت وعمالين يرنوا عليك وانت تقفل تليفونك. والتسويف مش شرط ان انت بتسوف لحاجه انت مش عايز تعملها، لا، في حاجات ممكن تكون عايز تعملها ومش قادر تعملها. في دراسه اتعملت اثبتت ان 90% من الطلاب الجامعيين عندهم مشكله التسويف، ان هم بيكون عندهم الفاينل ويبقوا عارفين من قبلها بشهر، ويلاقوا نفسهم دايما بيبداوا مذاكره في الديدلاين اللي هو ليله الفاينل، قبل الفاينل حرفيا بساعتين 3، لانه دايما بيقول بكره انا هعمل وبكره هسوي وهعمل جداول وهسوي الهوايل، وفي الاخر كل الجداول دي بتترمي في الزباله، وفي الاخر تلاقي كل خططك بتفشل لحد ما تتواجه بليله الفاينل وتتحط تحت ضغط ان انت لازم تعمل الحاجه دي، وساعتها انت بتضطر تذاكر، لان وجع ان انت تذاكر الساعتين او الثلاثه الفاضلين اهون مليون مره من وجع ان انت تشيل ماده وتعيدها تاني. ساعات الموضوع بيخلص في ساعتين وبتكتشف ان الموضوع ما كانش بالصعوبه دي، وان الماده مش صعبه، وان انت كان ممكن تعمل ده من بدري. بس هي دي مشكله الحقيقه يا صديقي، ان العقل بيهيئلك ان الحاجه اللي انت عايز تعملها دي كبيره جدا وصعبه جدا، فبيخليك تعمل اي حاجه غيرها، اي حاجه حتى لو انت كنت شايف ان هي كبيره. يعني لو انت شخص غير منظم او ما بتحبش تنظم دولابك، فجاه هتلاقي ان تنظيم الدولاب ده متعه رهيبه احسن مليون مره من انك تروح مثلا تخلص لك فصلين فيزياء، لان صعوبه انك تروق الدولاب مش بصعوبة فصلين الفيزياء. يعني انت ممكن يكون عندك مادة فاضل عليها اسبوعين وتسيبها وتقرر تبدأ كورس برمجة. طب يا حبيبي ما البرمجة صعبة، لا انا دلوقتي حسيت ان هي سهلة. طب يا حبيبي ما الامتحان كمان اسبوعين، لا انا حسيت ان انا عايزة اتعلم برمجة. انا عايزة اقول لكم ان حتى الفيديو ده اتسوف له كذا مرة ان هو يتعمل. ليه العقل بيعمل كده؟ بصوا بصراحة هو التسويف ليه اسباب كتير جدا. اول سبب الكماليه، ان احنا بنكون عايزين نعمل حاجه بشكل بيرفكت، انه انا عايزها بدون ولا غلط، لازم يكون المكتب متوضب، لازم نبدا في الساعه 9، معرفش ليه الساعه 9، لازم المنهج ده كله يخلص في ساعتين. بتحط لنفسك مواعيد وحاجات قياسيه وشكل معين، انت لو ما قدرتش توصل للحاجات دي بتعتبر نفسك شخص فاشل، وانه لا، طالما انا مش هعرف اعمل حاجه بشكل بيرفكت فانا مش هعملها. السبب التاني قله الدافعيه، وده بيكون بسبب انك مش عارف ترتب اولوياتك، ده اصلا مش مديك دافع او حافز ان انت تبدا في الشيء اللي انت عايز تبداه. فده بيخلي الدوبامين في الدماغ قليل، بيخليك اصلا تكسل انك تقوم او تعمل الشيء ده. وهقول لكم قدام الحلول، وهقول لكم ازاي نرفع نسبه الدوبامين في المخ عشان نقوم نعمل الشيء اللي احنا متعطلين عنه ده. هي ضعف اداره الوقت، انت مش عارف تنظم وقتك اصلا، انت عامل جدول مستحيله يا صاحبي، انت عامل جدول حاطط فيه 17 ساعه مذاكره و3 4 ساعات نوم. ممكن تشرح لي انت هتعملها ازاي؟ انت زومبي؟ انت ممكن يعني انا عايزه اقولك انك ممكن تعمل جدول تحفه مفيش منه اتنين، وتبقى حاطط على فكره مواعيد كويسه وكل حاجه، وفي الاخر تيجي تبدا تكتشف انك قاعد في اول صفحه بقالك 6 ساعات، وده بيكون بسبب السبب الرابع، واللي هو قلة التركيز او التشتت. دي بيكون ليها عدة اسباب، اولها التليفون، التابلت، اي جهاز الكتروني حواليك. طبعا النوتيفيكيشن اسوأ حاجه ممكن تحصل للبني ادم، ان انت تكون قاعد بتذاكر ومركز جدا، وبعد ما خلاص دخلت في المود تلاقي نوتيفيكيشن فالعقل بيبتدي يتشتت، فبتقرر انك تدخل على المسج، فجاه بتلاقي مسج ورا مسج، وبتلاقي نفسك اصلا قاعد في جروب العيله او في جروب الدفعه بقالك 17 ساعه. او مثلا يجيلك نوتيفيكيشن الحلقه جديده من مسلسل نزلت، فتقرر تخش تشوفها، فتلاقي نفسك في مسلسل تاني، تقول طب انا هشوف اول حلقه، تلاقي نفسك اصلا مخلص السيزون. السبب الخامس واللي بيكون برضك من اسباب التشتت، الاكتئاب والقلق، بيخلوا ان انت دايما عندك اوفر ثينكينج، دايما انت بتفكر كتير، بتفكر في الاحتمالات الاسوأ، فتبتدي تفكر طب انا لو شلت الماده، طب هيحصل ايه لو اجلتها، طب هيحصل ايه لو ما جبتش تقدير، تبتدي تفكر في كل حاجه. ده بيخليك ما بتعرفش تركز ولا دقيقه في الشيء اصلا اللي انت عايز تعمله، مع ان الحل قدامك. يعني انت ممكن ما تشيلش الماده، ممكن تذاكرها، بس انت مش عارف تركز اصلا الماده دي بتقول ايه. فدايما العامل النفسي بيكون مهم. طبعا كل الدوشه دي بتشتتك عن هدفك الاساسي، وده بينقلنا
للسبب السادس اللي هو ضعف الثقه بالنفس. لو انت شخص عندك عقده الكماليه وان انت لازم تعمل كل حاجه بيرفكت، مع ان انت شخص اوريدي بيتشتت او عندك عرض من اعراض الاكتئاب او القلق، ده بيخليك عندك ضعف في ثقتك في نفسك، لانك بيخليك بكل بساطه تشك على قدرتك في ان انت اصلا تنجز المهمه دي من اساسه. وده بيخلي اليات الدفاع في المخ تشتغل انه لا، طالما انا مش هقدر انجز الحاجه دي وده هيحسسني بالفشل والعار ويأثر عليا، لا انا ممكن بكل بساطه ان انا اجلها واجلها واجلها للابد. تأجيل عمل اليوم مش لبعد العيد بقى، للأبد. ودي أول آليات الدفاع المخ بيقوم بيها، إن هو يأجلك الحاجة. فده بيودينا للسبب السابع، الاعتياد على الضغط. انك اتعودت ان انت مش تقدر تنجز حاجه زي دي، او مخك بيقولك كده، فانت خايف، فبالتالي هتفضل تزنق نفسك لحد الديدلاين، لحد ميعاد التسليم او ميعاد الفاينل. فانت ساعتها بتضطر ان انت تعمل الحاجه دي عشان الالم اللي هيحصل لو انت ما سلمتش، او اتخصم لك من مرتبك لو ما سلمتش الشغل، او ان انت درجاتك قلت او شلت الماده نفسها. ده الم كبير جدا مقابل بالساعتين 3 اللي هتقعد تشتغلهم او تذاكرهم. فبالتالي المخ ساعتها بيقولك ستوب، لازم نبدا دلوقتي. نبدا ايه؟ فاضل ساعتين، لا هنبدا دلوقتي. فالحاجه اللي انت مش قادر تنجزها في الوضع الطبيعي ممكن تكون اصلا شخص ما بتعرفش تشتغل غير تحت ضغط، فبالتالي مش هتنجز غير في الديدلاين. وطبعا دي مشكله برضو حلها هنقوله قدام. حل، ما انا اكيد مش هاجل عمل اليوم للابد، مش هاجله لحد يوم القيامه. اول حاجه احنا محتاجين نعملها انك تقف مع نفسك وقفه صارمه وتكلم نفسك بصوت عالي. ما تكلمهاش بينك وبين نفسك، قول انا هعمل اللي عليا وخلاص، تيجي زي ما تيجي وكفايه بقى كده. اتكلم معاها بنبره جاده، حسسها ان فعلا الموضوع مهم. ودي بتكون اول دفعه، لان احنا دايما مشكلتنا في ان احنا نبدا اصلا. طيب لو الحاجه اللي وراك تقيله مش هتيجي بان احنا نتناقش ولا قومي ولا يلا والجو ده. طيب يبقى احنا قدامنا حل ان احنا نركز على الوقت مش الكميه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي فصلين كيمياء انا مراقبهم، طيب انا اقعد اقول انا هذاكر الفصلين ودول كتير وما اعرفش ايه. لا ما تتعاملش بالمبدا ده، اتعامل بنظريه البومودورو، اللي هو انا هذاكر 25 دقيقه وبعدين هاخد 5 دقايق بريك. فانت اللي بيحصل معاك ان انت بتقعد 25 دقيقه مركز جدا في الشيء اللي انت بتعمله، لان انت بعدها هتاخد بريك، بعدها مثلا هتلعب جيم، والبريك ده حاول ما يستحش منك ان انت تلاقي نفسك واخد بريك ساعتين سنتين. الحل الثالث، ابدأ بالحاجة المحببة ليك او الاسهل بالنسبة لك. يعني لو انت شخص مثلا عندك فيزياء وكيمياء وعربي، الثلاثة لازم يتذاكروا، انا شايفة من وجهة نظري انا ان العربي اسهل، وانا عن نفسي بحب العربي اكتر، فانا هبدأ بالعربي. لان دايما العناء في الابتداء، انت لو بدأت في الشيء وانغمست فيه وركزت مش هيفرقلك بعدها انت بتعمل ايه اصلا. لو انت بدأت بالاسهل ليك او المحبب ليك هتلاقي نفسك بتنغمس في المذاكره وبتخلص كل اللي وراك اصلا. طبعا واللي ناس كتير هتعتبره كرنج وبديهي جدا، وطب ما عملته كتير وما نفعش، بس الحل ده بجد بيفرق قوي. خد دش ساقع. الدش الساقع بيدي للمخ زي صدمه، بس الميه تكون ساقعه، مش اللي هو مش ميه فاتره، مش ميه من الحنفيه، لا ساقعه بمعنى متلجه. ساعتها ده بيدي زي صدمه المخ. عارف لما تكون مثلا في فتره ان انت متاثر قوي وحزين وفي صدمه ومش فايق، فيجي حد ياكلك بالقلم يفوقك من كل ده، هو الدش الساقع بيعمل كده بالظبط. ان انت قاعد مهموم ومراكم على نفسك حاجات والورق حواليك في كل حته وخطط وجداول، ويجي حد ياكلك بالقلم، فانت تحس انه لا انا بجد لازم افوق. ايه الحاجه الخامسه اللي ذكرناها اوريدي اللي هي التشتت. طيب علاجه ايه؟ في قدامك حلين. الحل الاول ان انت بتخفي اي جهاز الكتروني، موبايل بقى خصوصا لو انت مدمن سوشيال ميديا، تابلت. طيب لو انا بشتغل على اللابتوب او تابلت او فون او بذاكر عليهم وقداميش حل تاني، الملازم PDF اطبعها، بجد والله اطبعها. طيب انا معيش البادجت اللي تخليني اطبعها، يعني انا جبت لك اسوأ الحلول. في كل التليفونات حاجه لطيفه جدا هوريها لك، خاصيه المفروض معموله للوالدين تقريبا، بتخليك ان انت تحدد الوقت اللي انت هتقعد فيه على السوشيال ميديا او الوقت اللي انت حابب تركز فيه، اسمه وضع التركيز. عندنا مثلا كل اللي بعمله اني بدخل عليه وبقوم جايبه هظهر لكم الكلام ده على الشاشه. اني هقفل مثلا انستجرام، يوتيوب، فيسبوك، تويتر،
كل البرامج اللي انا عارفه ان بيجيلي عليها نوتيفيكيشن او اللي انا بتاثر بيها هقفلها تمام، ولا هيجيلي نوتيفيكيشن. ولو جيت انا افتحها قبل المده اللي انا عاملاها اللي هي 3 أو 4 ساعات اللي هذاكرهم او ايا يكن، هو بيديني زي انذار اللي هو انت متاكد انك عايز تعمل ده، وما بيقدرش يفتحها نهائي غير لو انت دخلت على الاعدادات ولغيتها. فالمخ اصلا بيكسل ان هو يدخل على الاعدادات ويلغي كل ده. لا، طب ما انا ممكن اكمل، طب انا كده كده فاضل لي 10 دقايق، طب ما انا ممكن اكمل وبعدها الغي بقى واعمل اللي انا عايزه. حل تاني لو الشيء ده مش عندك اصلا، يا اما انك تمسحهم يا اما انك تخفيهم او تغير اماكنهم. لما بتغير مكان الحاجه اللي المخ اوريدي حافظها بيبتدي ان هو يكسل على ما يفتكر اصلا معلومه ان هو طب بقى مكانه الجديد فين وياخد عليه، فده بيقلل من استخدامك للحاجه. وبجد انا بزهق وبكمل نوم لما بلاقيش الابلكيشن في مكان. الحل السادس والاخير، او هو مش الاخير قوي، في حلول تانية كتير بس دول يكفوا عشان الفيديو ما يكونش اطول من كده، والباقي ممكن نعمله فيديو شورت او فيديو تاني لو انتوا حابين او مهتمين بالموضوع. حط لنفسك مكافآت، والمكافآت دي مش بمعنى ان انا لو خلصت الترم ده جيد جدا هنروح الساحل، لا، انا بتكلم على مكافآت في الوقت الحالي، اللي هو انا لو خلصت ال25 دول بتركيز، ركز على الكواليتي مش الكميه، ركز على ان انا ذاكرت الكام صفحه دول بجد وحليت عليهم ومركز فيهم جدا، ولو سالت نفسي هجاوب، مش ان انا ذاكرت 20 صفحه ومش فاهم منهم اي حاجه. فلو انا ذاكرت 25 دقيقه دول بتركيز تمام، انا هاخد 10 دقايق او 5 دقايق بريك هلعب جيم. لو انا خلصت النهارده المذاكره بتاعتي وكنت مركز فيها وحليت عليها لقيت نفسي جايه كويس، طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنتفرج على فيلم احنا بنحبه وهنعمل فشار وهنقعد بقى ونتبسط. الباقي ممكن نخليهم في فيديو منفصل. فلو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تكون معانا في اللي قدام. ولو انت عندك افكار ما تنساش تكتبها لنا في الكومنتات عشان السلسله دي هتطول معانا كتير قوي يعني. وبس.